ده حكاية قبل اليوم، ودي فيروز يسري. ما الستات لازم تقرا، وانا جايه النهارده عشان اقنع ولاء انها تقرا حتى لو حاجه صغيره يعني. ولاء انت قريتي ايه قبل كده؟ والله هو ابعد من كتب العيال بتاعه المذاكره ما بقراش. طب وده كلام وده ينفع يعني؟ طب هعمل ايه فيروز؟ ما انا مش فاضيه. ما هي دي يا ولاء المشكله، انت مش حاطه الموضوع على قائمه اهتماماتك اصلا. انت عارفه انا قريت كتاب اسمه العادات الذريه، هتلاقيه عندي على البيج، تعالي شوفيه. بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت لو بداتي تقري حتى لو دقيقتين في اليوم هتلاقي نفسك بقت عاده وتكملي على طول قرايه. انا مقتنعه بكلامك وعارفه انه مفيد، بس المشكله ابدا ازاي؟ اقول لك انا، شوفي يا ستي، انت تجيبي كتاب حطيه جنب السرير بتاعك على الكومودين، حلو. كل يوم بالليل تقري صفحه واحده بس، مش عايزه اكتر من كده. هتلاقي نفسك كل يوم بتقري صفحه تجر صفحه، والله هتخلصي الكتاب وهتدخلي في اللي بعد. يعني اتعامل معامله التلميذه اللي وراها واجب كل يوم بالليل قبل ما تنام؟ يا ستي ليه واجب؟ دي حاجه حلوه. طب بس في الاول هتعمليها واجب، ما عنديش مشكله. بعد كده هتلاقي نفسك ادمنتي الموضوع. ما يمكن اما اعمل كده التزم، بس فكره. بصي انا مقتنعه بكلامك والاستعداد موجود، بس اقرا ايه؟ انا رايي تبتدي بالروايات. روايه كده تتسلي فيها، تقري فيها بالليل، هتتسحلي، احداثها حلوه، هتبقي متحمسه تعرفي ايه اللي حصل. انا اجيب لك الروايه. بصي انت كده حليتي لي مشكله الوقت. حلو. وحلوه قوي. ماشي، بس انا عندي ناس كتير جدا على الصفحه نفسها تقرا، بس انت مش هتقعدي تفرقي عليهم روايات. طب انا هيعملوا ايه؟ اقول خلي الناس دي تيجي عندي على الصفحه، هتلاقيني برشح لهم كل اسبوع روايه او كتاب يختاروا اللي هم عايزينه ويقروه، ولو ما عندهمش وقت كمان يقروه هتلاقيني بلخصه لهم وبقوله لهم كده في صوره حدوته سريعه يسمعوه في اي وقت. كمان كتير علينا يا فيروز. اي خدمه. والله يا فيروز انا من ساعه ما عملتي البرنامج وانا بتفرج عليكي كل يوم وبستنى حلقتك وبستفيد منها على فكره. حبيبتي يا لولو، والله انا مبسوطه قوي ان انت بتتفرجي على البرنامج وعاجبك. هو الستات لاقي ايه عند بعض غير شويه كتب؟ بس انا لازم اعزمك مره على الكنبه. ايوه هجيلك ونقعد نقرا كتب بقى مع بعض للصبح، ونرغي لما نقول يا بس. يلا بينا. يلا بينا معانا. شكرا يا زوزو. صحباتي عايزه اقول لكم اتفرجوا على فيروز يسري، هتستفادوا كتير جدا وهتستمتعوا وانتوا بتتفرجوا على الحلقه. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.